لان هي ما حدرتك من هذه اللحظه انني اعلن انسحابي. لا، ولكن لم اعد اتحمل بعض المكالمات اللي كتجيني في الخاص من ناس انا احترمهم، وانا كنوجه لهم هذه الرساله بدون ذكر الاسماء، لان هي ما حدرتك من هذه اللحظه. اقول لك دائما علينا بالداخل جمر ونار وبارود. ما بغيتيش الشريك دائما كتحملني المسؤوليات، ومعيط ليا في نصاصة الليل كتقول لي قدم توضيح واعتذار. لن اقدم لا توضيحا ولا اعتذارا لانني ما غلطتش، وحقرتيني بلا قياس، وحملتيني اخطاء الاخرين بلا قياس. اما باش دير لي اسلوب ديال التهديد، انا لا اهدد. الحبس خير ليا من العار والمدله. انا تنقول هادشي، الحبس خير ليا من العار والمدله. ولا بغيتي نرجعوا للتاريخ للوراء، ونكونوا نشوفوا شكون اللي كان السبب في هذا الشيء كامل من البدايه. وشحال ديال المواقف انا نقدت، ولكن نتوما ما بغيتوش تشوفونا بعين ديال الناس ديال العقل. انا ما كيخلصني لا انت ولا غيرك، انا ما كيخلصني حد. وحنا انا كناخذ شي مقابل تنخدم فيه. الا كنت كناخذ شي مقابل تنخدم فيه، كنأدي واحد العمل. وكم من مرات حطيتيني في مواقف مقودة وسكت وصبرت وتحملتها ودفعت الثمن من جيبي، من لحمي، من حياتي، من دموجي. وتجي اليوم تقول لي اعتذر. لمن اعتذر؟ شنو درت باش غنعتذر؟ ما هي جريمتي باش نقدم انا هذا الاعتذار؟ شنو هي الجريمه ديالي في نظرك انت غادي نقدم عليها اعتذار؟ وحذرت من هذه اللحظه، يا ما حذرتكم من هذه اللحظه، يا ما قررت الانسحاب بسببك. وكيجي محمد بتحفه كيتصل بيا وكنحشم وكنرجع بسببك. انت كتعرف انا كنوجه لك دابا الرساله مباشره صوت وصوره، ولا دفعتيني انني نخاطبك بالاسم وباللقب نخاطبك. صبرت لانك ما خليتيش نخلي داك الاحترام والتقدير اللي بيني وبينك. فين ما تيوقع شي خطا تحملوا المول الكمامه، وحنا مول الكمامه هو الحيط القصير تهز على ظهره كل شيء. مول الكمامه يرفض ان يكون حمارا او بغلا، لانني انا ما عبد عند حد وما كنتخلص من عند حد. المجهودات اللي كنديرها كلها كنتخلص من الادسنس، 2 ريال ديال الادسنس اللي ما تعيش حتى سيمانه، حتى 4 ايام، حتى 5 ايام. يا ربي تكفيك في الضوء والماء والانترنت. يا ما حذرتكم من غضبي، انا تنقولها لكم، وكلامي معمالي، ماشي واحد يدير الجريمه ويجي ينصحوا فيا نالموس وتعيطوا لي تقول لي حنا كنقدم. لمن غنقدم هذا الاعتذار؟ لمن نخويو المزيان دا ونهضروا نقولوا شنو واقع في الكواليس، نفتحوا السراير، نبيع انا الذمه ديالي للاخرين ونمشيو نتخلص ونستافد. واللي بغى يقول شي حاجه يقولها، ونديروا بحال دوك دابا ما نعرفش غادي نقول. انا احذركم، واخر انذار انا تنقولها لك، وراك فاهمني وعارفني مع من كالي من كندوي، وعليك كنت عارف بان الرساله موجهه لك. وفكرني واعطيني اتساع، وما تبقاش تتصل بيا نهائيا في تليفوني. هذا حد بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. وإلا كتسالني شي حاجه عيط لي اخويا نخلصها لك. انا ما كيسالني حد حتى شي حاجه، وما كيخلصني حد، وما نعبد عند حد. انا واجبي الوطني تنأدي على احسن وجه.
واجبي الوطني كنأدي على احسن وجه. وهذا اخر انذار انا تنقولها لك، والله حنك فضحا لانك حقرتيني، وعيت ما نساوي، ونراعي، انت ما بغيتيش تساوي وتراعي، نقول هذاك راجل كبير وكيحشومي وكيسمع وحاضر الراس. لا ما ديرش هذا الشيء كاع انت نهائيا. راه دابا نهز التليفون ونقربلها، دابا نهز التليفون ونقربلها ونتخلص، وانت عارف هذا الشيء. ساعته مازال اتهامات كثير هذا الاحتيال على العاتق ديالي، وانا صابر ومتحمل، انت ما بغيتيش تعيق، انت ركبك الغرور الانانيه بهذا المفهوم هذا. وصلتي المرحله انك تحس بانك الكل والكل انت. راجع راسك للوراء، رجع شويه للوراء مع نفسك وحاسب نفسك. الله يرحم باك، حتى واحد ما يعيط ليا، لا فؤاد ما غادي نجاوب، حتى واحد ما غادي نجاوب. اخي فؤاد غير سمحوا لي، انا احترمكم واعزكم، ما بيني وبينكم سيبقى بيني وبينكم، هذا عهد الله بيني وبينكم. صبرت لكن هاد سيدي لا زاد طغى، راه هو عارفني اشنو ممكن انا ندير، لانه لا يحترم احدا، وما غيحترمنيش ما غنبقاش نحترمه، يكون كيف ما بغى يكون، لانني كنخاف من الله تبارك وتعالى، كنخاف من حد. باش تساومني انا لا اساوم، ولا بغينا نعاودو التاريخ. قلت لك نرجعو للوراء ونعرفو كيفاش انا قاعد دخلت. خليوني ساكت، خليوني بكمامتي، انا تنقولها لكم، خليو هاد الكمامه ديال ما لاصقه ليا في فمي. حتى واحد ما باقي يعيط لي يتصل بيا ولا يجي معايا في هذا الموضوع. انا عندي طرق وعندي خطيط تحريري باش نمشي ندافع على الوطن ديالي بطريقتي. الحقره ما كنبغيهاش، التعسف كثر من القياس ما تنبغيش، واللي يفكر يعفط عليا نعفط عليك ما يعفط عليا، كيف ما بغات تكون قيمته، لانني كنخاف من الله تبارك وتعالى. تنقولها وتنعاود نقولها، اللهم الحبس والجوع ولا المذله، وفهمها مزيان. هذه رساله انا كنوصلها لك، كون بغيت ندير لاباس ما نبقاش في هاد الحزقه وهاد الميزيريه، وانت عارف هاد الشيء، كون بغيت تكون فعلا انني كنخون وكنتصل وكندير بداك الشيء اللي انت على بالك كتحاول ما امكن تمر لي بطريقه مباشره وغير مباشره، وراه دير لاباس راني بالطوموبيل وشريت الدار وما نعرف اش درت، وما نعرف اشنو درت، ولكن كنحمد الله على ما عطاني الله، احمد الله على ما عطاني الله. انت ما بغيتيش تعيق، فين ما توقع شي مصيبه تعيط لمول الكمامه، هو المسؤول. فين ما وقع شي سوء تفاهم مول الكمامه هو المسؤول. لا سيدي ماشي المسؤول مول الكمامه، انت هو المسؤول، لان انت اللي اخطاءك كتورث تحملها لي انا، وحتى واحد فيكم ما كيبغي يسمع. اللي كتعيط له باش يناقش مع الموضوع يتهرب، لا انت هو المسؤول. وخليني ساكت، بلا ما نحضر. هذه رسالة موجهة لك، موجهة للإخوان ديالي، تحفة، فؤاد، الأمراني، لا غولاض، مجموعة ديال الإخوان والأخوات اللي كنعتبرهم أصدقاء ديالي. اش معاهم خير، اش معاهم مشاكل، عشنا معاهم صعوبات، عشنا بزاف الحوايج، ولكن نتحمل بعضنا البعض. لكن لا للحقرة، إلا الطغيان.
ما كيخلصني حد، ما كنتخلص، ما كنستافد. الا كتخلصني خوش قول راه كنتخلص. حتى لا كنت كتخلصني ساكون عبدا لك، ساكون اجيرا لك، نتسخر لك، نخدم لك، نطيعك وقت الخدمه. اما انت ما كتخلصني لا انت لا غيرك. انا عندي مدخولي ديال الادسنس، انا كنقولوا راه عندي مدخولي ديال الادسنس، لا اقل ولا اكثر. ما كندير ديال حد، ما كندير صواني، ما كندير حتى تخربيقه ما كنديرهاش. احيانا اتحرك من جيبي، من مصاريفي ديالي كنتحرك منها. انا لولا ان زوجتي كتعاوني على الزمان كوراني ما نعرفش كناكل الحجر. وعمري ما شكيت، عمري ما بكيت، عمري ما شكيت ولا عمري بكيت ولا قلت المهم خوتي، انا هذه رساله موجهه. واحد الهاتف جاني انا تنقولها وربما راه غيكون في الاستماع. انا راه ما غنعتذر لحد، انا راه ما غنعتذر لحد، لا للاعتذار لانني انا ما غلطش. وما تبقاش تعيط لي في تليفوني لانني ما كنكلم هذه الرساله بدون ذكر الاسماء، لانني ما حذرتك من هذه اللحظه. اقول لك دائما اننا بالداخل جمر ونار وبارود. ما بغيتيش تعيق، دائما كتحملني المسؤوليات. ومعيط ليا في نصاصة الليل كتقول لي قدم توضيح واعتذار. لن اقدم لا توضيحا ولا اعتذارا لانني ما غلطتش.